بعد حلاقة شعرها على الزيرو حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل ما هو ترند. تصدر اسم الإعلامية وخبيرة التجميل أسماء شريف منير مؤشرات البحث على مواقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد حلاقة شعرها على الزيرو وتداول وقتها الجمهور بعض صورها وفيديوهات أثناء حلاقة الرأس. في هذا السياق انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الحديث عن دخول أسماء في خلاف مع والدها بسبب ما فعلته في نفسها وقص شعرها بشكل مفاجئ، وهو ما جعلها بين مؤيد ومعارض لما فعلته. وكشف أحد المصادر المقربة لأسماء حقيقة وقوع خلاف ومشاجرة مع والدها بعد الأزمات الأخيرة معه، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة ولم يكن هناك خلاف بينهما. وأكد المصدر أن شريف منير علاقته بابنته أسماء طيبة وتسير بشكل طبيعي، لكنه لم يتقابل معها للحديث في أمر حلاقة شعرها، موضحا أنه دائما يترك الحرية لبناته. على الجانب الآخر قالت أسماء في الفيديو المنشور على حسابها على الانستجرام: هذا هو قرار مش صح خالص، يعني بس أنا حاسة إني ببتدي حاجة جديدة من الأول. شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطة، وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق، وإحساس التعلق بأي شيء بالنسبة لي عادي، الشعر هيطول مفيش حاجة يعني. وظهرت الفنانة أسماء شريف منير على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدراما في دورته الثانية المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة. ويعتبر هذا الظهور الأول للفنانة أسماء شريف منير بعد حلق شعرها بالكامل بعد أزمتها الصحية الأخيرة. وقررت أسماء شريف منير حلق شعرها بالكامل، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، مع السلامة.